شوفي لي بقى اللون الجميل ده مع القرمشه الخطيره دي. هنعمل مع بعض النهارده تشيكن ناجتس او ناجتس الدجاج، الوصفه اللي الكل بيحبها سواء كبير او صغير. من نص كيلو بس هتعملي كميه كبيره، وهقول لك ازاي تضاعفي الكميه بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. وعايزه اقول لك كمان انه احلى من الجاهز 1000 مره، واصلا مفيش مقارنه. حطي لايك للفيديو وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا يا بنات نص كيلو من صدور الفراخ، خدتهم غسلتهم ونقعتهم في ميه وملح وعصرت عليهم ليمونه كامله، وسبتهم فيها 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده خدتهم صفيتهم ما خليتش فيهم نقطه ميه. وهاخدهم زي ما انتم ما شايفين كده، هقطعهم مكعبات صغيره، وهاخدهم بعد ما احطهم كده برضو اقطعهم، برضو هسيبهم يتصفوا لحد ما احضر المقادير بتاعتي. انا معايا هنا بصله صغيره صغيره، شوف صغيره جدا، ومعاها قرن الفلفل ده هشتغل بيهم انا كده زي ما انتم ما شايفين. وهنعم البصله بتاعتي هبشرها بشر ناعم جدا فوق ما تتصوروا. وبرضه هعمل الفلفل بنفس القصه، هاخده كده على القرمه بتاعتي وهخرطه بالمخرطه، عملتها معاكم قبل كده يا بنات في فيديو بتاع الفراخ بتاعنا. تمام كده، كنت عامله كفته الفراخ عملتها بنفس الطريقه. انا بصراحه ما بتنازلش عن الفلفل الاخضر او الالوان، لو عندي ما عنديش بستخدم فلفل اخضر وخلاص. الفلفل الاخضر ده بقطعه حتت صغنطوطه خالص عشان ما يبانش في الخلطه، بس بيدي ريحه وطعم رهيب. وانا فرمت الصدور بتاعتي زي ما انتم شايفين ناعم جدا فوق الوصف. حتى البصله يا بنات انا ما صفيتهاش، وما تقلقوش من الميه دي. احنا هنحط حاجات دلوقتي هتخليها تمسك مع بعضها. هحط معلقه من الدقيق، و3 معالق من النشا، و3 معالق من البقسماط. ده بقسماط مطحون يا بنات، هيخليها تمسك معاكي. عايزه تحطي توم باودر براحتك او بصل باودر براحتك. انا حطيت هنا معلقه من السبع بهارات، وعلى طرف المعلقه كده حبه صغيرين من الفلفل، وحطيت معلقه من الجنزبيل، وحطيت معلقه من البابريكا، ومعلقه من البيكنج باودر، بس عشان تدينا الهشه اللي تبقى فيها كده وتحسيش ان هي مكتومه. هنضرب المكونات دي كلها يا بنات وهنعمها جدا، هنخليها ناعمه فوق الوصف. انا في الاول ضربتها نعمتها، وبرده لما حطيت الحاجه ديت برده نعمتها، لان انا لو حطيت الحاجه دي صحيحه في قلب الكبه مش هتدهني صغيره كده، فانا بضطر اخرطها بالمخرطه عشان تديني النعوميه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين يا بنات الفلفل نقط 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 باين، بصوا نقط مش باين كبير ابدا. وهحط التوم بتاعنا عشان انا نسيت احطه في الكبه، فهحطه دلوقتي وانا بفرم البطاطس. انا البطاطس دي غسلتها وسلقتها زي ما هي سليمه كده عشان ما تشربش ميه، وقشرتها وسبتها تنشف. وبعد ما هسيبها تنشف زي ما انتم شايفين كده هفرمها فرم ناعم، علشان انا لو فعصتها بشوكه ولا حاجه ممكن يبقى فيها تكتلات. احنا عايزين الخليط كله ناعم زي ما انتم شايفين كده. فرمتها في الكبه برده، وبعد كده رحت ضيفاها على صدور الفراخ بتاعتنا اللي احنا فرمناها، خليتها ناعمه فوق الوصف. وجبت كده الصاج بتاعي 30 في 40، وحطيت فيه كيس بتاع تلاجة، ورحت دهنه تحت منه ودهنه فوق منه زي ما انتم شايفين كده. وهبدا انزل عليه بالخليط بتاعنا. هحطه بقى يا بنات وهفرده. اهم حاجه يا بنات كله سمك واحد، مش عايزين حته عاليه وحته واطيه، كانك بتعملي سبونج بالظبط. فلازم تبقي عامله كل السبونج ميه واحده. هنا برده نفس القصه. وهبدا احط فوق منه الكيس التاني برده، وهمشي عليه كده بالمردانه لحد ما افرده. وبعد ما افردها هجيب القطاعه بتاعتي، وهبدا ان انا اقطع زي ما انتم شايفين كده، بسكينه، بالسكرابر، باي حاجه عندك اشتغلي بيها. انا بعمل التقطيع ده يا بنات من فوق الكيس البلاستيك اللي هو بتاع التلاجة. انا ما بعملوش مباشره عليه عشان هي لسه طريه وهتبدا تلزق. وهنبدا نقطعها زي ما انتم شايفين كده قطع مستطيل. طلعت معايا 33 قطعه. اعمليها بقى بالشكل اللي يعجبك، تعمليها مربعات، تعمليها مثلثات، تعمليها دواير كده زي الهمبرجر، زي ما انت ما عايزه. وهاخد الخليط بتاعنا الجميل ده وهحطه في قلب الفريزر يجمد معايا من 3 ل 4 ساعات. انا بصراحه جمدته، وبعد كده لما سبته بره شويه بدا ان هو يفك. فانت خدي منه جزء وسيبي الباقي جوه الفريزر. يعني هتعملي مثلا 10 وحدات 5 وحدات خديهم، وبرده سيبيهم في التلاجة، واللي تخلصيه تاخدي منه وترجعي تحطيهم تاني، وسيبي الباقي الخليط في الفريزر. وهنعمل بقى الخلطه بتاعتنا اللي هننزل فيها الناجتس بتاعتنا. هحط كوبايه لربع ميه، وكوبايه لربع دقيق، وعليهم بضايه، وهحط عليهم رشه فلفل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اقلب. وبعد كده هنزل برشه الملح، كنت نسيتها فافتكرتها في الاخر. وتبداي تحطي الملح المظبوط، دوقيها يعني حتى بطرطوفه من صباعك كده. تمام. ونبدا نقلب الخليط ده كويس، وننزل بقى بالناجتس بتاعتنا في قلب الخليط ده يا بنات. تقدري بدل الخليط ده لو انت مش عايزه تحطي ميه حطي لبن. انا شايفه ان الميه كويسه جدا، ولو ما فيش بيض ميه ودقيق هتفي بالغرض، وهتبقى زي الفل، وهتمسك معاك وهتبقى زي العسل. فانت شوفي المتاح عندك واشتغلي بيه. حتى لو ما فيش بيض برده هتبقى جميله من غير بيض. وبعد كده هنعمل التجليسه بتاعتنا. شايفين يا بنات السمك بتاعه؟ انا عايزه السمك بتاعه كده، لا يبقى عالي قوي ولا يبقى رفيع قوي. السمك بتاعه ده كده مظبوط 10 على 10. هعمل معاكم واحده تانية. هي
هحطها زي ما انتم شايفين كده. بص لما بتبقى ماسكه نفسها بتطلع سهله وما بتبقاش ايه طريه. انا اولانيه شلتها بالشوكتين، انما ديت لقيتها ماسكه نفسها شويه، شلتها كده زي ما انتم شايفين بالشوكه وغلفتها زي ما انتم ما شايفه كده. وهاخدهم برده احطهم في التلاجة. انا عملت معاكم 3 اهو او 2، انا بقى هعمل الباقي مع نفسي. عملتهم كلهم هم، بس مش كلهم طبعا، انا سبت بقيه الصاج التاني هعمله بشويه من البقسماط، عشان في ناس عندي في البيت ما بتقدرش تاكل دوت لما بينشف كده او بيقرمش ما بيقدرش ياكله، فانا هعمل لهم حبه بالبقسماط. فزي ما انتم عايزين اعملوا الكميه كلها وحطوها في قلب الفريزر وطلعوا منها على قد الطلب، وسيبوها كده يا بنات جاهزه، بحيث ان انتوا لما تيجي تعملوها برده ما تاخدوهاش من الفريزر على الطاسه، لا حطوها في التلاجة تفك نسبيا وبعدين تبداوا تقلوها عشان ما تاخدش معاكي وقت طويل على النار. وهننزل الزيت كده زي ما انتم ما شايفين، هيبقى زيت غزير، لا هيبقى مولع قوي ولا هيبقى هادي قوي، هيبقى في المعقول زي ما انتم ما شايفين كده. انا بقى هنا زنقت نفسي، اعوذ بالله من كلمه، انا بدل ما احط 3 قطع بس انا جبت طاسه صغيره عشان ما تاخدش معايا زيت كتير، بحيث ان انا لما بقلي بخلص الكميه برمي الزيت اللي فاضل، باخد الزيت اللي على القد. يعني انا ما بقليش في الزيت ده مره واثنين وثلاثه، هي مره واحده، فباخد الحبه القليلين فبحطهم في الطاسه الصغيره زي ما انتم ما شايفين كده. وتبداي تحمريها على الوجهين. لو خليتي الزيت حرارته عاليه جدا انسي ان هي هتستوي معاكي. ليه؟ لان هي عايزه شويه سوا، لان الكفر اللي بره يعتبر ماسك نفسه، فاحنا عايزينها توصل لدرجه الحراره اللي جوه، يعني درجه الحراره توصل للناجتس اللي جوه اللي هي الفراخ بتاعتنا. تمام كده. بصوا بقى القرمشه، يعني انا مش عايزه اقول لكم والله يا بنات احلى من بره 1000 مليون مره. بسم الله ما شاء الله. انا مش بعرف اعملها في المونتاج، كان نفسي اعملها لكم علشان تسمعوها، تسمعوا صوت القرمشه قمه في الجمال. شايفين ولا اللون تحفه؟ اعمليها بقى مع شويه مايونيز، تحط لها شويه خس، تحط لها شويه جرجير، شويه كاتشب زي ما انتم عايزين. بصوا يا بنات انا الفينو ده عملته في نفس اليوم بتاع الناجتس ده. بصوا بقى عملت الفينو المره دي كبير، مش زي الفيديو اللي فات صغير. الولاد قالوا لي اعملوا لنا كبير يا ماما فعملته كبير، مع اني والله انا بفضل الصغير على قد قطعه الناجتس بالظبط، هتبقى قمه في الجمال. وتحط لها كده كام شريحه قطايه وكام فلفلايه، وكلوا بقى احلى ناجتس، ولا تجيبوا من بره وما انتوش ضامنين عاملينها ازاي، ولا وجع الدماغ اللي انتوا عارفينه بتاع بره ده. جربوها يا بنات بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش في لايك وشير لكل حبايبك، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.